السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم حبايب قلبي؟ شخباركم؟ نبدأ وياكم كورس الاعتراف مع صديقتنا الغالية جمانة، وإن شاء الله اليوم حتكون فقرة حلوة، حتكون أول مرة تصير بهذا الجروب فقرة صوت كورس الاعتراف، وإن شاء الله تستمتعون ويانا في هذه الفقرة. أول سؤال لك يا سيدتي جمانة، اسمك وعمرك وين ساكنة؟ اسمي نور، عمري 27، ساكنة في بغداد. ثاني سؤال يا سيدتي، من هو أقرب شخص إلك؟ أقرب شخص إلي هو ابني. ثالث سؤال، ما هي هوايتك؟ هوايتي الطبخ. هل انغدرت في يوم ما ومن من؟ انغدرت من صديق ومن حبيب. هل أبكاك شخص في يوم ما؟ نعم، هواي بكيت، وبسبب شخص قريب من عندي. هل زعلت أمك في يوم ما؟ لا، ما زعلتها، بس هي هواي زعلتني. من هو بئر أسرارك؟ بئر أسراري هو أخوي الصغير الأصغر من عندي. كم هي نسبة جمالك وما هي وزنك؟ نسبة جمالي متوسطة، ووزني هو 80. ماذا تصفين نفسك؟ فقيرة أم لا؟ ولك التعليق. أنا صاحبة لسان، أنا أم لسان يسموني، ولكن قلبي طيب. كم مرة أحببتي وماذا سبب انفصالك عن حبك في حال أحببتي؟ مرتين. الأولى أنه توفى حبيبي، وبالثانية السبب أنه قلت أنسى بس ما نسيت، وخسرت همينة. أقرب صديق إلك من هو؟ بنت خالي أقرب صديقة وأحن وحدة إلي. كم مرة كذبت يا سيدتي وما سبب كذبتك؟ مرة واحدة. ردت أتزوج، وحبيبي ردت بنفسه من السطح بسببي أني، ولذلك أنه كذبت عليه، قلت له راح أنزع البدلة في سبيل ينزل. ما الذي يجعلك حزينة؟ أهلي سبب حزني كله. ما الذي يجعلك لا تطيقين الرجل الذي أحببته من كل قلبك؟ السبب الأول هو حبيبي الأول، الذي خلاني أنه ما أطيق الرجال كلهم بعد بسبب حبه. والشيء الثاني عذابي من زوجي. هل ظلموك أهلك في يوم ما؟ ظلموني، نعم أهلي، سبب ظلمهم أنه زوجوني غصب، زواجي كان غصب. هل تسامحين شخصا بعد الخيانة؟ سامحت، زوجي خاني وسامحته، واستمرت حياتنا وبعدين انفصلنا. ما نظرتك إلى الحب في الفيس؟ هل هو ناجح أم لا؟ والتعليق لك. حب الفيس حب كاذب، منافق، غشاش، ماكر، حب الدجل، حب المصلحة فقط. وتنتهي فقرة كرسي الاعتراف مع صديقتنا الغالية جمانة. تحياتي للشيا وردة، وإن شاء الله حيكون عضو ثاني معانا في فقرة كرسي الاعتراف، وإن شاء الله يعجبكم هذه الفقرة، فقرة جميلة جدا.